والله هو في ناس وفي أزمة، بس ما في إقبال شراء، ما في يعني الناس تحس إنها أضعف من السنة الماضية بكثير. نسبيا الوضع من السنة الماضية للسنة هاي في تراجع أقل شيء 50% على المبيعات، على الحركة جوا المحلات، الحركة بس في الشارع. أزمة سيارات، أزمة بشر، بس إنه أزمة قوة شرائية صفر، ما في قوة شرائية. مش زي السنة الماضية ولا زي السنة اللي قبليها. إحنا كل سنة صارت إنه تنزل. السنة الماضية 50%، السنة اللي قبلها 25%، صار في كل سنة نزول، ما في إنه ترجع تطلع زي إنه قارن بين السنة الماضية وهسه، لا مستحيل يكون في نسبة تقدم. إحنا بس بنرجع قاعدين، يعني القوة الشرائية جدا ضعيفة، جدا ضعيفة. تسأل الناس يعني بيحكي لك إحنا بطلنا نقدر نشتري بالأسعار هاي، بدنا أسعار أقل. طب الأسعار الأقل إحنا بدنا نأمنها، هاي صعبة. يعني بدك تجيب لهم قطعة منيحة أو قطعة محترمة، بدهم يدفعوا حقها مثلا 25. صارت الناس تستغل ال 20 وال 25 اللي هي كانت زمان عادية. يعني أنا قبل 10 و 12 سنة كانت القطعة عندي ب 50 وب 60 وب 45 وب 50 والناس تشتري. هلا الناس بتيجي بتحكي على 20 مش قادرة تشتري أساسا. فهذا بيحكي لك إنه فعليا إحنا عندنا في البلد ناس بس بتنزل، ما في نسبة تقدم عندنا بالمبيعات أبدا.